السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة البنات. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الحليوة او بسكويت اللي كيجي اكثر من رائع البنات. دائما مع الحلويات السهلة والاقتصادية اللي كتوجد بسرعة وكتكون واحد النتيجه اللي زوينه بزاف بزاف. اليوم غنشارك معكم هذه الحليوه كما شفتوا معايا اللي اكثر من رائعه، سهله واقتصاديه وبنينه كتذوب في الفم، وفي نفس الوقت المقادير ديالها اقتصاديين. اول حاجه البنات كما شفتوا معايا عندي هنا البنات درت قبيصه ديال الملحه، وهنايا عندي القشور ديال الحامض. راكم عارفين القشور ديال الحامض كيعطي واحد النكهه للحلويات اللي زوينه بزاف. حكيت هنايا حامضه، درت هنايا 2 حبات ديال البيض، وغادي ندير كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده. وكنخدم هاد المكونات. راه هاد المقادير ديال هاد الحلوه البنات نفس المقادير ديال الحلوه اللي الفيديو السابق اللي شاركت معاكم، فالمقادير ديالهم بساطين وفي نفس الوقت كيجيو زوينين البنات. تنشكركم بعد على التفاعل ديالكم مع الفيديو السابق، تنشكركم على التعاليق ديالكم، اللايكات ديالكم، تنشكركم بزاف بزاف بزاف. اللي كتب لي شي تعليق زوين تنقول ليه الله يجازيك بالخير. شكرا ليكم متتبعين ديالي الغالين. صافي هنايا البنات راه ضفت كاس ديال الزيت ديال العنبه، وكنخدم مزيان كنخدم مزيان البنات، راه غير كنسرع الفيديو، راه كنخدم مزيان دوك المكونات. ضفت هنا كاس الاول ديال الدقيق والكاس الثاني. غنعبر معكم البنات ضفت ساشيه ديال خميره الحلويات. هنايا غادي نعبر معكم كما قلت لكم البنات بالكاس باش تشدوا العبار ديال الدقيق لهاد الحلوه هذه. فضفت هنايا 2 كيسان ديال الدقيق في الاول حتى كنجمع شي شويه هكا العجين. كنجيب الكاس الثالث وكنبدا نضيف شويه بشويه. هنا كنستعن باليد ديالي وكنبدا كنجمع العجين هكا شويه بشويه باش ما تقصحش ليا، لان هاد الحلويات اللي ما كتكونش فيهم الزبده فما خصش العجينه ديالهم تكون قاصحه، تكون منخوفه باش تعطينا ديك الرطوبيه وديك الهشاشه الحلوه. هنا جمعتها البنات، هزات ليا البنات 4 ديال الكيسان، 4 ديال الكيسان ديال الدقيق ديال كاس العنبه. صافي قسمت هاد الحلوه هادي كما شفتوا معايا، خصها تكون رطبه كما قلت لكم. قسمتها على 2 ديال الكريات. الكريه الوحده درت فيها هاد الساشي ديال الكاكاو المر. هنايا كنوريكم البنات 4 الكيسان، راه بقات ليا منهم هذيك معلقه صغيره، يعني معلقه صغيره اللي بقات ليا من دوك 4 الكيسان ديال الدقيق. صافي هنايا درت الكاكاو المر لهاد العجين، وغادي نبدا هكا كندخل هاد الكاكاو في هاد العجين غير بشويه. درت غير واحد القطيره ديال الزيت باش يطلق ليا. صافي هنا بعد ما دخلته غندوز باش نشكلها معاكم. كنحاول هكايا نقادها، وغنجيب ديك الاداه اللي كنقطع بها وكنقطع بهذا الشكل هذا البنات. تنقطع كل قطعه على 6 ديال القطع، يعني كل هكا لون، يعني اللون الاسود على 6 ديال القطع واللون الابيض على 6 ديال القطع بهذا الشكل البنات. صافي كنبدا نلولب هما البنات هكا على شكل حرابل بهذا الشكل. حتى كنشكل هاد العجين كلها كنشكلهم هكايا على شكل حرابل. يعني كنقسم هاد الكريات البنات، كناخذ 6، يعني كناخذ 3 ديال القطع اللون الاسود، 3 ديال القطع اللون الابيض، وكنشكلهم على شكل حرابل هكايا. وبالنسبه للقطع الاخرين غنشكلهم حتى هما بوحدهم بنفس الطريقه. صافي كنبدا العجين الابيض وكنحط فوق منه العجين الاسود، وكنضغط هكا باليد ديالي البنات، وكنحاول نقاد الجوانب بهذا الشكل. ممكن تقرصوهم شويه وعاد تحطوهم، ممكن تحطوهم نيشان، يعني نتوما صافي. وكنحاول نقاد باليد ديالي باش يعطوني داك الشكل مقاد.
كنحاول عاوتاني كنحط اللون الاسود، كنبقى كنحط اللون الابيض، اللون الاسود، حتى كنكمل هادوك 6 اللي عندي بهذا الشكل هذا البنات. صافي البنات كنبدا نحركها من بلاصتها العجين ونبدا نقادها غير بشويه بحال هكا، كنمشي معاها حتى كنقادها باش كتعطيني واحد الشكل اللي زوين هكايا. راها ساهله البنات ماشي شي حاجه، فكنبقى معاها غير باليد ديالي، ولا هاد الاداه هذه حتى هي كتقاد كما شفتوا. كنستعن شويه ملي كنشوفها بغات تلصق ليا، كنستعن شويه بالدقيق باش ما تلصقش ليا على سطح العمل، وكنستمر ما كنكثروش الدقيق بزاف البنات، غير شيشه. صافي هنايا بعد ما عطيت هذاك الشكل اللي بغيت، جبت هنايا واحد صفيحه الفرن اللي دهنتها بالزيت وغنبدا نقطعها. غادي تجيبوا هنايا واحد السكين اللي يكون ماضي البنات، يكون ماضي مزيان، ونبداو نقطعوا فيها. صافي كنبدا نقطعها بهذا الشكل. ما تخافوش البنات ملي تضغطوا عليها واخا تبان لكم بحال شي شويه دوك الجوانب هذا، راه غتقادوهم باليد ديالكم، غير قطعوا عادي. ها نتوما البنات غير تبقاو تقطعوا عادي حتى تقادوها نتوما، راه بالزربه كتقاد، يعني الشكل اللي بغيتو كتقادوه. ها نتوما البنات راه كنبدا نقادها هكا بالاصابع ديالي، كنبدا نقادها بهذا الشكل هذا. راه ساهله البنات والله الا كتوجد بسرعه وساهله، كتاخذش منا وقت. صافي كنبدا نقادها هكايا، وانا غناخذ هنا السكينه البنات وغندير فيها هاد الشريطات من الفوق. نتوما لما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش، انا عجبوني صراحه ندير هذوك الشريطات غير بالسكين هكايا، غير من الفوق هكا كنضغط غير بشويه هكايا، واحد الضغيطات هكا خفافين باش كيعطيوني داك الشكل. صافي وكنستمر البنات حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. صافي هنايا بعد ما ساليت العجينه الاولى وقديت الثانيه، هنايا راه غادي ندخلها البنات للفران اللي شاعل من التحت على 150 درجه، كيطيبوا من التحت ونشعلوا عليهم من الفوق ياخذوا لنا شي شويه اللون هكايا ونخرجوهم البنات. صافي هنايا بعد ما طابت ليا الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي اكثر من رائعه البنات. كيجي واحد البسكوي او حلوى اللي مقرمش. هذه الطاوه الثانيه البنات وريتها لكم، يعني راه كتحط لينا كميه كثيره تبارك الله، والله الا كتحط كميه كثيره واقتصاديه زعما ما فيهاش مقادير كثارين. هنا غنشارك معكم واحد الوحيده من الداخل كيفاش كتجي. شوفوا حتى الشكل ديالها من الداخل كيجي زوين بدوك الالوان، حتى الشكل ديالها من الداخل كيجي زوين، وكتجي هشيشه مقرمشه، يعني كتجي تذوب في الفم، وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم البنات وتجربوها ان شاء الله. وهذا هو الفيديو ديالنا اليوم البنات، خليت لكم الراحه، مع السلامه البنات، الى فيديو جديد ان شاء الله.